السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك تطبيقات حديثة، تطبيقات بتسهل عليك حياتك اليومية، التطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق بالم سمارت سيفنج انفستنج. التطبيق ده مساحته 27 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق انجليزي، تطبيق خاص بدولة انجلترا. التطبيق ده فايدته ايه او لازمته ايه؟ بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعمل استثمار للفلوس بتاعتك. يعني لو انت شغال في انجلترا او انت مواطن انجليزي، سواء بقى لو انت انجليزي او انت مواطن اي جنسية تانية وشغال في انجلترا او مهاجر لانجلترا وعايش فيها على طول، تقدر من خلال التطبيق ده ان انت بتشيل عليه فلوسك. حاجة كده عاملة زي البنك، بتقدر انت تشيل عليه فلوسك، تحفظها، تستثمرها. التطبيق ده بيخلي الفلوس بتاعتك تزيد، بيديك عليها زي فوائد. بيستثمر فلوسك، مش بياخد فلوسك زي البنك ويديها مثلا سلفة الناس او قرض الناس وياخد منهم الفايدة ويديها لك والكلام ده. لا، هو التطبيق ده بيستثمر فلوسك في شركات، شركات حقيقية. يعني بيبقى انت ليك اسهم حقيقية في شركات تانية، شركات زي امازون، زي ابل، زي تسلا. الشركات العالمية دي بتقدر ان انت بيكون ليك اسهم فيها، وبتقدر ان انت فلوسك اللي انت تبقى حاططها على التطبيق او على الابليكيشن بيكون هو يعني على طول الفلوس اللي انت حاططها فيه بيقدر ان هو يستثمرها على طول ويزود لك الدخل بتاعك. طبعا بتكون يعني بتبقى في مكسب وبيكون في خسارة، بس هو يعني الأكترية بيكون مكسب، لأن دي شركات عالمية اللي بيستثمر فيها، ومش بيستثمر مثلا في شركات لسه ناشئة أو شركات لسه بتجرب حظها فيا تكسب يا تخسر. لا، هو بيستثمر في شركات انترناشونال، شركات عالمية، شركات يعني مكسبها على طول مستمر. لو حصل مثلا وهبطت الاسهم بتاعتها او رخصت او اي حاجه، بتبقى حاجات نادره وبعد كده بترجع تبقى كويسه تاني زي الاول. فهو التطبيق ده برضو غير اللي هو بيستثمر لك، وكمان بيقدر ان هو يشوف السن اللي انت عايز توصل له، لسن المعاش، وتقدر يعني توقف عنه شغل او كده. لان انت برضو تبقى رابط فلوسك او مرتبك اللي هو بيجيلك على التطبيق. بتقدر انت تسحب منه كل شهر، وبتقدر ان انت لو فلوس مثلا اتفضلت معاك بتقدر تحطها. والفلوس اللي بتبقى موجوده في التطبيق او على الحساب هو ده هو ده اللي بيستثمرها، وبيزود لك بيها دخلك وتشوف بقى السن اللي انت عايز توصله المعاش، وبعد كده بيقدر هو ايه يديك المعاش بتاعك كل شهر. ان انت بتبقى رابط يعني الوظيفة اللي انت فيها بالتطبيق، فهو بيحط لك المرتب بتاعك كل شهر على التطبيق، واخر السن اللي انت بتوصله، مثلا اللي هو سن 60 او 65 او كده، بيقول لك ان انت خلاص وصلت لسن المعاش، وخلاص على كده يبدأ ينزل لك المعاش بتاعك كل شهر من على التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا رسم لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في التحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.